قناة سكولي هتقدم النهاردة كريب الساندوتشات بالفراخ الستريب، أحلى وأجمد من بتاع المطاعم، وكمان صوص الرانش اللي بيتحط على الحشو من جوه. هتعملي في البيت وتوفري كتير قوي. يلا تابعي الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم منها كل جديد. لايك وشير الفيديوهات علشان نفيد عدد أكبر من الناس. للكريب هنحتاج كوباية من الدقيق، كوباية ونص من المية، معلقة كبيرة زيت نباتي حوالي 30 ملي، ربع معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة سكر. هنخلطهم مع بعض كويس قوي بالهاند بلندر أو ممكن نحطهم في الخلاط على طول، وهنخلطهم لحد ما يتجانسوا تماما. هنصبهم في حاجة يكون من السهل علينا إن احنا ندلق منها في الطاسة. هنسيب الكريب يرتاح حوالي نص ساعة. هنسخن طاسة على نار عالية، هندهنها زيت، وبندهن الزيت في أول مرة بس، وبعد كده ما بندهنش زيت تاني. هنصب الكريب حوالي ربع كوباية في الطاسة. هنحرك الطاسة علشان الكريب يتوزع. هنسيب الكريب مش هنيجي جنبه لحد ما كل الفقاقيع اللي على الوش هتروح بالشكل ده، والوش يبتدي يجمد شوية والأطراف تنفصل عن الطاسة. هنقلب الكريب على الوش التاني. شفتوا الوش هنا احمر وبقى حلو ازاي؟ هنسيبه لحد ما الوش اللي تحت يحمر هو كمان. هنغطي الكريب بفوطة نظيفة لحد ما نخلص كل الكمية. شفتوا الكريب طري مش بيتقطع كده، الوصفة ناجحة تماما. لصوص الرانش هنحتاج كوباية من المايونيز، كوباية من الساور كريم، معلقة كبيرة من الخل، 3 معلقة كبيرة من عصير الليمون، معلقة كبيرة توم باودر، معلقة كبيرة بصل باودر، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة كبيرة ورشسترشاير صوص، معلقة كبيرة من البقدونس المجفف. هنفركه عند الاستخدام علشان ريحته تكون فيه وتطلع. هنخلط المقادير دي كلها مع بعضها. هنحطهم في كونتينر سهل استخدامه زي العبوات بتاعة الكاتشب والمايونيز. في زيت ساخن هنقلي الستريبس الفراخ. ممكن الستريبس نجيبها جاهزة وممكن نعملها في البيت، وهسيب لكم رابط الوصفة بتاعة الفراخ الستريبس. هنبدأ نعمل الساندويش، وهتشوفوه بأكتر من طريقة وأكتر من لفة. هنعمله ب3 مكونات بس، بالخس الكابوتشي والفراخ الستريبس وصوص الرانش اللي عملناه. الطعم بيبقى خطير جدا يا جماعة وفي حتة تانية خالص. هنا بنحط الساندويش في طاسة سخنة فيها نقطتين من الزيت بس علشان نحمر من على الناحيتين ويبقى شوية مقرمش.
لازم تجربوا الوصفة، هتعجبكم جدا جدا. وألف هنا، أشوفكم في الفيديو الجاي.